مساء الخير يا شباب، يا رب تكونوا بخير. هنكمل الكتاب اللي هنشتغل منه أو السورس اللي هنشتغل منه هو Statistics Probability. الكتاب ده لمايكل تشالي. طبعا لو انتوا عندكم وقت ممكن تاخدوا نبذة عن الكتاب اللي تبتدوا فيه. كتاب طبعا أبوك بوك دستور ألفا بوكس دي بتقدم كتب كتيرة قوي عشان تيسر الماثيماتيكال لينا حاجات كتير في أنواع الرياضة شبه الجبر الخطي والستاتستكس والجبر والكالكولس والحاجات دي كلها. تمام، لو في وقت أتمنى إن يعني دكتور مقدمة عشان ما يبقاش وقت الفيديو كبير، فاحنا هنشتغل على طول وهناخد أول شابتر عندنا، وهيكون في أول حاجة اسمها frequency distribution. التوزيع التكراري. شابتر 1 عندنا أول حاجة فيه وهي التوزيع التكراري. التوزيع التكراري هو جدول بيعرض عدد مرات ظهور كل قيمة في البيانات. الهدف منه هو تنظيم البيانات بطريقة سهلة للفهم والتحليل. المكونات بتاعته بيبقى عمود القيمة بيبقى عندنا، وبيكون عندنا عمود التكرارات اللي احنا هنعمله. عشان أحل السؤال ده أنا محتاج منك 3 خطوات. حلو، أول خطوة خالص واللي احنا هنحتاجها اللي هي ترتيب البيانات. الجدول السؤال بيجي لنا كده، السؤال بيقول لك ايه هنا؟ اللي احنا عندنا مجموعة من الداتا ديت بتمثل عدد المرات اللي اتباع فيها الشواكيش في اليوم. يعني الداتا ديت على مدار مثلا أسبوع، كل يوم مثلا يتباع كام شاكوش. هنا مثلا اتباع شاكوشين، لو افترضنا ده يوم السبت مثلا، وفي يوم تاني اتباع 3 شواكيش، وفي يوم تاني اتباع 3 شواكيش، وهكذا. أنا محتاج أعرف القيم ديت ازاي أرتبها وأعملها frequency distribution. أول حاجة بحتاجها اللي أنا بعمل حاجة اسمها ترتيب ماشي البيانات. تاني حاجة هعملها عدد التكرارات. تالت حاجة هعمل الجدول. أي سؤال هيجي على ال frequency distribution هعمل التلات حاجات دي. هرتب البيانات ازاي؟ هاجي هنا مثلا على يوم الاثنين، مش أو مش أيام، يعني هاجي أشوف الأرقام أقصد. ماشي، باجي أشوف الأرقام. أجي أول حاجة أرتب الأرقام اللي عندي من الصغير للكبير، الصفر الواحد الاتنين التلاتة الأربعة. مفيش حاجة بعد كده، دي كل القيم المختلفة اللي موجودة، اللي هي الصفر وواحد واتنين وتلاتة وأربعة. باجي بعد كده أشوف الاتنين ده اتكرر كام مرة. هنا اتكرر أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. ماشي، الاتنين هي مثلا ستة سبعة، اتنين هي اتكرر 7 مرات. تمام، وباجي أشوف الصفر اتكرر كام مرة. أدي واحد اتنين تلاتة أربعة، اتكرر 4 مرات. وباجي أشوف الواحد فوق اتكرر كام مرة. أدي واحد اتنين، اتكرر مرتين بس الفريكوانسي بتاعه. ببدأ أعمل الجدول ده لغاية لما أخلص جدول الفريكوانسي، وبعد ما بعمل الجدول بتاع الفريكوانسي بتاع عدد التكرارات بجمعهم وبيديني حاجة اسمها الفريكوانسي ديستريبيوشن. ده ببساطة. يبقى ببساطة نرجع تاني بحل السؤال ده ازاي. السؤال بيجي يحسب الفريكوانسي ديستريبيوشن ويديك مجموعة من القيم، وأقوم جاي مرتب القيم ديت من الصغير للكبير. أشوف القيم المتغيرة كلها صفر واحد اتنين تلاتة أربعة، مفيش حاجة جت بعد كده. بعد ما بحط الديلي الضمان ديت اللي هي عدد الحاجات القيم المختلفة من صفر لغاية وأنا ماشي. باجي بقى أشوف عدد التكرارات بتاعتي، الصفر اتكرر كام مرة، الواحد اتكرر كام مرة، الاتنين اتكرر كام مرة، وهكذا. وبعد ما أجيب الفريكوانسي عدد التكرارات بجمعه، ودي بيبقى التوتال عندي. نلاحظ إن الفريكوانسي مجموع التكرارات ديت هو بيساوي الفريكوانسي ديستريبيوشن. تمام يا شباب؟ بس إن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي.